الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم الطيب، وزي ما وعدتكم إنه حيكون في شرح لدخول الإنترنت مجانا. طبعا الطريقة مجربة في شبكة MTN وفعالة جدا جدا. في البدء نتأكد إنه ما مفعلين أي باقة إنترنت. زي ما ملاحظين إنه أنا ما مفعل، وطبعا باقي الباقات كلها أنا ما مفعل أي خدمة إنترنت. إذا جينا نبحث الرصيد، زي ما ملاحظين إنه ما معي رصيد، رصيدي 1 قرش. تمام. طيب، قبل ما نبدأ هنحتاج حاجتين أساسيات بالنسبة للناس الشغالة بأندرويد 2.0 2.3. فما الأندرويد الإصدارات القديمة يعني بيحتاج إنه يعمل روت، لأنه في خيار في البرنامج المستخدم بيحتاج إنه الجهاز يكون في كروت. أما الناس الشغالة بأندرويد 4.0 فما فوق فما أظن إنه بتحتاج روت. طيب، البرنامج اسمه سايفون. الداونلود ده اللينك حيكون في الديسكريبشن، الوصف بتاع الفيديو إن شاء الله. نفتح البرنامج. دي الواجهة بتاعت البرنامج. نمشي لخيار اوبشنز. اول خيار سيلكت ريجون، نخليه زي ما هو اللي هي بيست بيرفورمانس. الخيار الثاني اللي هو قلت لك انه يا اما بيحتاج رود او اندرويد 4.0 اللي هو تون الوول ديفايس، نعلم عليه ونعلم على الخيار اللي بعده فورس رود. ده بالنسبه للناس الجهاز فيه رود. والخيار الاخير اللي هو كونكت ثرو ان اتش تي تي بي بروكسي. بعد ما علمنا الخيارات دي نمشي للستاتيوس، نفتح الشبكه. على بال ما انت فاتح الشبكة اتأكد انك قافل اي متصفح او اي حاجة عندها علاقة بالانترنت عشان الرصيد اللي عندك ما يضيع ساي. بعد ما نشغل البرنامج حتى بعدين تتصفح عادي وتنزل عادي. طيب، هنا هو عمل كونكت اوتوماتيك لانه انا اصلا عامل اوتوماتيك. طيب، بعد ما عملنا الخيارات دي وفتحت الشبكة، هنا هي ما بتجيك طوالي اسمه متصل طوالي. تدوس كلمة ستارت وتصبر عليه. يعني في الأول مرة بياخد معاك دقيقة دقيقتين لحد 5 دقايق حتى بيديك إنه شنو نجح. لاحظ إنه نجح. الليغون اللون الأزرق معناه الاسم إنه متصل. نجرب الإنترنت متصفح. زي ما ملاحظين إنه شغال 100 100. طيب، نجرب أي موقع. زي ما شايفين الحمد لله شغال 100 100.